وباسم الشعب وباسم الشعب العربي الفلسطيني قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية بطلب انضمام فلسطين على حدود 4 من حزيران 67 وعاصمته القدس الشريف دولة كاملة العضوية إلى هيئة الأمم المتحدة. رسالتنا في حركة الشبيب الطلابية هي رسالة شكر وتقدير لكل أبناء جامعة بير زيت، لكل أبناء فلسطين على العرس الديمقراطي وطريقة إنجاح هذا العرس الديمقراطي، سواء كانت من حماس أو من فتح أو من أي فصيل آخر في الجامعة. ما حدث في جامعة بير زيت هو فعليا انتصار لكل فصيل، انتصار للجميع، لانتصار الديمقراطية، كون أن هذه الانتخابات تحدث لأول مرة بعد الانقسام في جامعة مثل جامعة بير زيت. رسالتي أول شيء بنحب نبلش فيها برسالتي من جوا الجامعة، إنه كل المحاولات اللي استغلتها الجامعة في تهميش الحركة الطلابية إنه يحاولوا يوقفوها ينهوها من تهميش، سواء لدور الشبيبة في الجامعة اللي هو كان الدور الفعال والواضح على ساحة الجامعة، والدور الأكبر اللي حققته الشبيبة واللي تكرس في فوزنا في الانتخابات. طبعا احنا دورنا كان بلشنا من أول السنة، مش من اليوم، مش بس خلال فترة الانتخابات زي ما الكل بيحكي. 26 مقعد اللي حصلنا عليهم اللي كسحنا فيهم المجلس هي حصاد لكل الجهود اللي احنا بذلناها. رسالتنا بتتوجه لكل الناس اللي برا، للناس اللي بتسعى للمصالحة، انه احنا مع المصالحة وبنثمن دور الرئيس في المصالحة، وكل العراقيل اللي بتوجهها المصالحة انه خلص بكفي وخلينا نرجع لصف واحد، نرجع لثوابتنا الوطنية ونرجع انه للصف الاول. بهني جامعة بير زيت وبهني الشعب الفلسطيني على العرس الديمقراطي اللي صار. تمت انتخابات الجامعة من كل الفصائل، كل الفصائل نزلت بدون استثناء. كانت الانتخابات تتميز بالشفافية والنزاهة، وطبعا الكل بيشهد على هذا الحكي. بس اسمحي لي أهدي فوز حركة الشبيب الطلابية لروح القائد والمعلم ياسر عرفات، وبهديها للرئيس القائد الأخ أبو مازن، لأنه هو دايما كان بشجعنا وبدعمنا، ودايما كانوا بدعمونا للصواب وبشجعونا وبوقفوا في الطريق الصح لنا. أول شيء الحمد لله رب العالمين اللي قدرنا نوري باقي الكتل في جامعة بير زيت والطالب إن شو موقف كتلة الشهيد ياسر عرفات من دخولها للانتخابات. احنا ما غبناش عن الساحة، احنا بالعكس احنا موجودين. احنا لو إنا بنجيب مش 26، لو بنجيب مقعد احنا موجودين. طبعا بالنسبة للفوز الكاسح في انتخابات جامعة بير زيت لكتلة الشهيد ياسر عرفات، فبالنسبة لي شيء متوقع، لأن بير زيت وفتح بير زيت وشبيبة بير زيت إذا قالت فعلت. وأنا قبل بالانتخابات عهدنا عهد على نفسنا إننا نكسح مجلس الطلبة، مش بسبب دخول الكتلة الإسلامية أو دخول كتلة ثانية، لا، بسبب إن إحنا أولاد ياسر عرفات، واسم ياسر عرفات كتلة بتعمل اسم ياسر عرفات في بير زيت مش ممكن تسقط أبدا. نهدي فوزنا لروح الشهيد ياسر عرفات اللي حملت كتلتنا اسمه. ثاني شيء بنشكر كل إنسان وضع ثقته فينا من جديد وجدد العهد والبيعة لحركة الشبيب الطلابي وحركة فتح، وجدد البيعة لروح الشهيد ياسر عرفات. احنا طبعا رسالتنا دائما هي وما بتتغير، خدمة الطالب أولا. الشعب يريد محمود عباس، الشعب يريد. تحيا الشبيبة.